يقول نزار قباني: عن وطن لم يبقى في آفاقه حرية حمراء أو زرقاء أو صفراء، عن وطن يمنعنا أن نشتري الجريدة أو نسمع الأنباء، عن وطن كل العصافير به ممنوعة دوما من الغناء، عن وطن كتابه تعودوا أن يكتبوا من شدة الرعب على الهواء. بالأمس كانت الكلمة الأكثر ترددا في فضاء البلاد لأول مرة بتاريخ مصر. لأول مرة بتاريخ مصر تقتحم قوات الأمن نقابة الصحفيين قبل يومين فقط من اليوم العالمي للصحافة. لأول مرة في تاريخ مصر يصبح ترتيبها رقم 159 على حرية الصحافة من أصل 180 دولة. لأول مرة في تاريخ مصر يتجاوز الدولار حاجز 11 جنيها مصريا. لأول مرة في تاريخ مصر يتم إدراج الشيكل الإسرائيلي ضمن عملات صرف البنك المركزي. لأول مرة في تاريخ مصر يتم حفر تفريعة موازية لقناة السويس لم تجلب لمصر أي شيء حتى الآن، وفوق ذلك تمثل عائقا لعبور الجيش المصري للضفة الشرقية في حال حدوث حرب مع الكيان الصهيوني. لأول مرة في تاريخ مصر يقتل النظام المصريين ثم يحرق الجثث على مسمع ومرأى من العالم. ولأول مرة في تاريخ مصر تترك القوات المسلحة المصرية مكانها على الحدود وتتجه لمتابعة مشاريع الزراعة وإنشاء الطرق. لأول مرة في تاريخ مصر يتم اعتقال الفتيات والأطفال بهذا الشكل ويثمن المجلس القومي لحقوق الإنسان ما يحدث. لأول مرة في تاريخ مصر يصل الدين المحلي إلى تريليون جنيه. لأول مرة في تاريخ مصر يتم الكشف عن أكثر الأماكن سرية بالنسبة للأمن القومي المصري فقط من أجل التشويش على قناة فضائية. لأول مرة في تاريخ مصر يحدث انشقاق بهذا الشكل في نسيج المجتمع المصري حتى يقول أحدهم لأحدهم: ليك رب ولنا رب. لأول مرة في تاريخ مصر تحبس الدولة من يدافع عن أرضها وتحتفل مع من يحمل علم دولة أخرى. لأول مرة في تاريخ مصر ترفض الشمس التعامد على وجه رمسيس. كل هذا أبى أن يحدث في تاريخ مصر إلا في عهد السيسي.